أهلا بكم. بالأمس توج المنتخب الوطني للمحليين بطلا للدورة التاسعة لكأس العرب لكرة القدم التي احتضنتها السعودية إثر فوزه على نظيره الليبي بالضربات الترجيحية 3-1. اليوم عاد المنتخب الوطني إلى الوطن وخصص له استقبال حار بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. أمين هناوي ومحمد العروي. عناصر المنتخب الوطني المحلي يصلون إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء وبين أيديهم لقب كأس العرب بعد انتصارهم في لقاء النهاية على المنتخب الليبي وتحقيقهم لمسار جيد بالبطولة كأحسن هجوم وأحسن خط دفاع. الفرح كان باديا على محيي اللاعبين بعد عودتهم بإنجاز هام لكرة القدم الوطنية. بينوا على واحد الكفاءة كبيرة، وكان الطموح ديالهم أكبر بأنهم ماشي غير باش نوصلوا لكأس العربية وإنما باش يحملوا القميص الوطني. الحمد لله كيف ما جا في الجميع كاينين طاقات شابة كثيرة وبينات على مؤهلات كبيرة، ونتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا الله بقاو غادي بنفس النهج. 76 المنتخب الوطني الأول ما فاز باللقب، الحمد لله استطعنا بمجهود اللاعبين بمجهود المدرب بمجهود جميع المسؤولين اللي وفروا لنا جميع الظروف. اللاعب المحلي راه قادر يعطي من شحال هذه، خصهم يصبروا عليه، خاصو الفرصه ديالو، وكنتمنى راه بين الفرصه ديالو في هذا الكاس العرب ان شاء الله، وتنتمنى باش نمشيو في هذا المسار صحيح ونفرحوا الجماهير المغربيه ان شاء الله. الاحساس ديالنا بطبيعه الحال هو الفخر والفرحه، لانه اللاعب المحلي استطاع يقول الكلمه ديالو ويبسم على الحضور ديالو في المنتخب الوطني. كأس العرب تحط الرحال أخيرا بخزائن الرياضة المغربية، والفضل يعود لعزيمة لاعبين محليين أبوا إلا أن يسعدوا الجماهير المحلية التواقة للألقاب. فرحة ما تتصورش، ما تقدرش توصفها. 33 عام ما ديناش لقب الفريق الأول. نشعر بفرح كبير لأننا أمضينا 3 أسابيع من العمل المشترك، وأشكر الطاقم التقني واللاعبين على مجهوداتهم. وكعادة الجماهير المغربية خصص احتفاء كبير للاعبين والطاقم التقني والإداري، لقب يبرز أيضا المجهودات المبذولة للرقي بمستوى وأداء كرة القدم الوطنية.